يا أهلًا وسهلًا بالحلوين، عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير ودايمًا مبسوطين، وحشتوني، 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 ومش محتاجة ولا هاعرف أوصف لكم أنتم يعني وحشينّي قد إيه، ومش عارفة أتأسف لكم إزاي، يعلم الله ما عارفة أتأسف لكم إزاي عن غيابي عنكم. بس بجد أنتم وحشتوني أوي، 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 أوي. بجد ربنا يخليكم ليّا ويديمكم نعمة في حياتي وما يحرمنيش منكم أبدًا، لإني فعلًا لمّا بعدت عنكم يعني لأ، اللي هو في حاجة غلط في حياتي، أنا مش عارفة أكمّل، إيه ده لأ. فبجد أنتم وحشينّي أوي، 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 أوي. أخيرًا نزّلت فيديو وكنت قايلة إن أنا هانزّل الفيديو من يومين، بُصّوا كَم حاجات بتحصل، شوية النت يقطع وشوية مش عارفة أرفع الفيديو، أنا مش عارفة في إيه، بجد مش عارفة في إيه. المهم الفيديو ده متصوّر من بدري جدًا، 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 لكن المقطع بتاع القهوة ده أنا قُلت أصالحكم بيه، يعني نعمله مع بعض لسه معمول يعني، علشان أصالحكم بيه كده ونشربه مع بعض. أنا بجد وحشني إن إحنا نعمل فنجان القهوة مع بعض ونرغي ونتكلم لأ إيه ده، إيه يا جماعة ده إزاي إن أنا كنت حارمة نفسي منكم كده. فقُلت أعمل لكم المقطع بتاع القهوة ونرجع نكمل الفيديو بتاعنا اللي أنا كنت مصوراه من بدري هو وفيديوهات كتير، كتير بجد، وفيديوهات حلوة أوي. بس بُصّوا هاقول لكم على حاجة، أنا مش هاقعد أقول أنا هانزّل لكم واستنوا الفيديوهات الجاية، ولإن هي فعلًا فيديوهات حلوة ومتصورة بس مش عارفة إيه اللي بيحصل. فلأ، لأ، أنا مش هاقاطع، أنا هاقول نسيبها على ربنا وإن شاء الله نفضل متواصلين كده وأفضل أنزّل معاكم الفيديوهات وأسيبها على ربنا يعني. طبعًا محتاجة دعم كبير جدًا، جدًا الفترة الجاية منكم، تحطّوا لي لايكات كتير على الفيديو وتشيّروه على قد ما تقدروا. وبُصّوا بقى عملنا فنجان القهوة القمر بتاعنا وطلعنا بقى كده نشربه في الشمس والنور. أنا باحب أوي النهار والشمس والنور، باحس بحياة، يعني أنا باحس بالحياة بالنهار بصراحة. مع إني ساعات باسهر شوية، بس لأ، برضه الحياة الروح الحلوة دي بتبقى بالنهار. فقُلت أشرب معاكم بقى الفنجان، ولو في حد فيكم أول مرّة يشوف القناة ومش مشترك طبعًا يشرّفني وينوّرني إنِّك تنضمي لينا وتبقي أخت من إخواتي. دوسي على كلمة الاشتراك اللي باللون الأحمر تحت الفيديو، وكمان دوسي على رمز الجرس وكلمة الكل عشان يوصلِك إشعار بأي فيديو جديد بانزّله وتقدري تشوفيه بكل سهولة. واكتبي لي كومنت قمر زيِّك وقولي لي إنِّك مشتركة جديدة معانا في القناة عشان أعرف وأرحّب بيكِ. بُصّوا بقى هنا أنا كنت شربت فنجان القهوة واستمتعت كده قُلت بقى ندخل على الفيديو اللي كان متصوّر من فترة. تعالوا نشوف بقى الفيديو وعايزاكم تتابعوني الفترة الجاية وتدعموني كتير أوي، 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 ويالّا بينا على الفيديو. طبعًا بقى زي ما قُلت لكم الروتين ده معمول من بدري جدًا. كنت مصوّرة روتينات وكنت المفروض إن أنا هانزّل حاجات، بس سبحان الله مش عارفة ما نزّلتش يعني كام حاجة كده ورا بعض، مع إن أنا نفسيتي مش مضبوطة أوي، مش عارفة مالي. يعني هارغي معاكم كده وأفضفض لإن أنتم واحشينّي فوق ما تتخيّلوا، بجد الكلام معاكم واحشني بطريقة مش قادرة أوصف لكم. بُصّوا هنا كنت جايبة زي أنا مش عارفة أنتم بتسموها إيه، أنا باقول عليها كرتونة بيض، في ناس تقول طاولة بيض، فمش عارفة، بس المهم يعني كنت جايبة كرتونة البيض دي. البيض غِلي جدًا، 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 الكرتونة بقت معدية ال100 جنيه ولسه هتغلى، ويعني الواحد كل اللي هيقوله ربنا يرحمنا، حقيقي ربنا يرحمنا. فباحب بقى أفضّيها في العلبة بتاعة البيض دي. أنا أصلًا عايزة أقول لكم عايزة أجيب واحدة كمان، لإني أحيانًا يعني باجيب كده البيض بالمرّة بالكرتونتين، يعني البيض من الحاجات اللي هي إيه، ما تحبيهاش إن هي تنقص من تلاجتِك. فأحيانًا باحب أجيبه برضه وأسيبه، مش بتكفّي، وباحس إن لمّا بتحطّي البيض في العلبة دي، مش عارفة، باحس إن بتحافظ على نضافة التلاجة وبتبقى الدنيا نضيفة كده ومرتّبة، فعايزة أبقى أجيب واحدة تاني. المهم بقى إيه، فضّيتها كده، باشوف بقى إيه اللي بيبقى مشروخ منها أو كده أركنه في طبق على جنب، يعني أبدأ بيه هو الأول، أكسره الأول. بُصّوا بقى رُحت بعد كده أعمل إيه، رُحت أعمل كباب حلة. الكباب الحلة دي هي أكلة إحنا بنسميها كده مش عارفة، وفي ناس بتقول عليها لحمة بالبصل. المهم يعني إن الأكلة دي للناس اللي بتحب البصل، اللي ما لهمش أوي، في ناس ما بتحبش طعم البصل في الأكلة فمش هتنفعهم خالص، لإن هي بتعتمد اعتماد كلّي على ال آمم، إن تكتّري فيها البصل. هو بيجيبي كام بصلاية كده حلوين، يعني 4 بصلات كده كبار تفرميهم في الكبة، وبعدين تشوّحيهم وتنزلي بقى إيه باللحمة تكوني مقطّعاها حتت صغنطوطة تتشوّح معاهم. بعد كده بنسيبها شوية يعني تحُط لها شوية مَيّة ونسيبها تشرب مَيّتها. ومعاها بقى إيه البهارات، وهنا كنت باحط السمنة، أنا يعني باطبخ بسمنة بلدي يا جماعة، يا إما
لما بيكون في طبيخ ببدأ بزيت كريستال، يعني عشان حاجه خفيفه، يعني حبه زيت صغنطتين كده، وفي الاخر قبل ما بطفي على الاكل بحط سمنه، او لو حاجه زي كده هتتشوح بس بشوحها بسمنه بلدي وخلاص. مش بحب استعمل السمنه التانية، يعني مش عارفه، مش بحس طعمها في الاكل. المهم البهارات بتاعه الاكله دي انا مش بحب اكتر بهارات قوي علشان احس بطعم اللحمه، وانتوا عارفيني وعارفين طبعي انا بحب احس بطعم الايه، الاكل، سواء كان لحمه فراخ الكلام ده كله. فهي بس بحط لها فلفل اسود، واي لحمه في الدنيا، لحمه مفرومه لحمه عاديه، لازم يا جماعه حاجتين: قرفه وجنزبيل، ما تكتروش يعني، حاجات صغنطوطه كده. وبس عايزين تحطوا توم باودر بصل باودر براحتكم برضو، مش هتأثر يعني. وحبهان، كام فص حبهان، ممكن تنزلي ورق لوري، يعني الحاجات اللي هي دي. مش بحب بقى ان احنا نقعد نحط ايه بهارات لحمه والسبع بهارات، ومش تيجي تاكلي الاكل تلاقيه كميه بهارات، ايه ده، وانا باكل بهارات ولا باكل لحمه ولا ايه بالظبط؟ المهم، هنا بقى عشان الكبه صغنطوطه فرمت حبه في الاول وسبتهم يتشوحوا وكملت فرم يعني. نرجع بقى لموضوعنا. بصوا يا جماعه، انا بجد انتوا كنتوا وحشني جدا جدا جدا، وما زلتوا وحشني، وانتوا عارفين انا بحبكم قد ايه، ويمكن ان انا ارجع انزل تاني ده عشان انا بحبكم، وعشان انا مش قادره اوصف لكم انتوا. انا كنت بشوف كومنتاتكم، وكنت بشوف كومنتاتك يا علا، وبجد مش عارفه اقول لك ايه، ربنا ما يحرمني منك ابدا يعني. مش عارفه اقول لك سؤالك عليا ده بيفرحني ازاي، وسؤالكم كلكم بيفرحني ازاي. وعشان كده انا رجعت. انا كنت اتضغطت شويه ظروف كده حصلت لي، وبعدها دخل العيد، وبعدين الامتحانات. انا بقى لي يا جماعه داخله في شهرين اهو مش بنزل حاجه، وطبعا امتحانات عيالي اتطحنت حرفيا. بصوا بقى انا اتطحنت يعني، ومدرس داخل ومدرس خارج، والله كانت بتوصل ان انا في يوم انا اتاخد عندي في البيت 4 دروس، يعني درس للبنت تفصل شويه يقعد الولد مع مدرس تاني، بعدين البنت تاني يعني، بعدين الولد. بصوا بقى انتوا عارفين الايام الاخيره في الدراسه وتكثيف الحصص والحوارات دي، فما كانش ينفع طول ما انا عندي مدرسين في البيت. ما بينفعش ابدا ان انا اصور، ما بينفعش ان انا حتى اعمل الفويس كده، مع ان انا نفسيتي ما كانتش مظبوطه. انتوا عارفين انا بحس القناه برضو مش متشيره، بحس ان انا قافله شويه. بصوا مش عايزه ارغي معاكم في الحوار ده كتير، لاني انتوا متعودين مني ان انا بديكوا طاقه ايجابيه وصوت حلو كده وبيضحك وبتاع، لكن حوار الطاقه السلبيه ده لا، ما بحبوش يعني. فالحمد لله الحمد لله نشكر ربنا. رجعت انزل، ويا رب يا رب كده استمر. تعالوا بس الاول نشوف بنعمل ايه. ده كان فول كنت عاملاه، انا كنت نقعاه بنقعه حوالي 3-4 ساعات كده. وطبعا الاول بغسله كويس قوي، وانقي بقى لو في حاجه كده مش حلوه فيه، وبعدين انقعه 3-4 ساعات واصفيه، وقلت ادمسه. انا قصدت على فكره في الفيديو ان انا ادمسه معاكم في الحله دي اللي هي جرانيت زهران. انا بيجيلي عليها كميه اسئله على الطقم ده كتير جدا، يعني مو حلو ولا لا، يعني مو بيسوي الاكل ولا لا، بيلسع الاكل بيشيطه يعني ولا لا. فقصدت اعمل معاكم الفول فيها، هنشوفه هيطلع ازاي. يا جماعه الطقم ده وهمي، الطقم ده بجد حلو قوي يعني. بصوا بقى، سيبكم من اي حاجه غاليه وبتاع، بجد الطقم حلو قوي قوي قوي. دي كانت اكبر حله، وقلت بقى كده ايه، اعمل بيها الفول طريقته سهله، وانا عامله لكم فيديو هسيبه لكم في صندوق الوصف بالتفصيل الممل، يعني بالتفصيل الممل. المهم يعني ان انا بحط الفول وبحط معاه حبة عدس كده على حبة فول مدشوش. الحاجات دي بتعلي من القيمة الغذائية بتاعته جدا، يعني بتخلي الطعم بتاعه حلو قوي. وانتي بالويم بقى ممكن تحطي مثلا نص كوباية ونص كوباية، مش عارفة ايه الكلام ده، زي ما انت عايزه. ما عندكيش خلاص، بس هو يعني بيبقى افضل وبيميزه عن الفول بتاع بره اكيد يعني. في المحلات بره مش هيحطوا الحاجات القمر دي، ومش هيعلوا القيمه الغذائيه كده خالص، لا بالعكس. فاحنا في البيت بنعمل حاجه نظيفه، حاجه تغذي الولاد وتكون حلوه. بصوا بقى هنا نزلت بالفول المدشوش، مش عارفه عشان كنت غسلاه ومصفياه يعني وسايباه كان لازق حبتين ما علينا، المهم ان انا نزلته. آه بس كده. الميه بتاعت الفول خدوا بالكم تكون سخنه بتغلي، تنزلوا بميه سخنه، ما تبداوش ان انتوا تحطوا في الفول ميه بارده، لا ميه سخنه. وبنحط ليمونه صحيحه
عايزه اقول لكم انا مش ممشيه الصوت مع الصوره، علشان انا عايزه اتكلم معاكم، فانا بشرح لكم اللي هيحصل في الفول للناس الجديده طبعا اللي داخله عندي، او عروسه كده حلوه وعايزه تفاجئ جوزها قدام مثل فول. عشان عايزه ارغي معاكم لان انتوا بجد وحشني قوي. المهم يعني ان احنا بنحط ليمونه صحيحه، وبحط ايه، بحط رشه سكر مش هتاثر خالص في الطعم، بس بتسرع التسويه وبتخليه حلو كده وزي الزبده. وطبعا في تريكات ممكن ناس تعترض عليها وتقولي ايه يا نيمو، بس هي بتدي طعم حلو. انا بحب انزل زي فصين من التوم. على فكرة لما تيجي تاكلي الفول مش هتحسي باي طعم توم نهائي. بس عارفين اللي هو هتقولي ايه ده، الفول ده حلو، الفول ده فيه حاجة حلوة الفول ده مميز، فهو ده. مش عارفة انا بحب اعمله كده. لو عايزة تستغني عن الموضوع ده مفيش اي مشكلة خالص. البهارات انا بحط له حبه بابريكا وحبه كركم صغنطاطين قوي. بصوا يا جماعه خدوا بالكم كويس جدا 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 من الكركم، اهي ده التوم اهو. علشان الكركم عارفين اللي هو انا مره كتر مني غصب عني، غير الطعم خالص، فلا انا بحط نقطه صغنونه تدي نكهه بسيطه قوي وتدي لون مش اكتر ولا اقل، مع ايه البابريكا طبعا. وعلى فكره انا من نوع الناس اللي بتميل للون الفول الاحمر. يعني في كده حد بتاع فول يعني ناحيه بيت حماتي، دايما كنت زمان اقول لجوزي ايه، بص هات لي من عنده فول ليه، علشان هو اسمه ابو الخير على فكره، وكل قرايبي اللي بيتفرجوا عليا عارفينه، علشان هو الفول بتاعه محمر كده وشكله حلو، انا بحبه. في ناس تحب اللون الفول اللي هو الاسمر الاصفر اللي هو اللي يقولك ده لون الكهرمان، انا بحب المحمر ده فعايزاه احمر يا ستي حطي بابريكا، عايزاه اصفر حطي كركم، بس ما تكتريش عشان طعم الكركم بيغير الاكل. وطبعا في تركايه بقى هنعملها برضو، لما خلاص يدخل على السوا ويبقى فاضل له 10 دقايق قبل ما تطفي عليه، وهتشوفوها معايا دلوقتي. تعالوا بقى نسيب الفول ده كده على النار، وطبعا بنغطيه ونكتمه كويس قوي، ولو انت حاسه ان الحله ممكن تسرب البخار لفي فوطه، لفي عليه فوطه كده علشان تكتم البخار وتدي تسويه. النقطه دي بتخليه كله يطلع سوا واحد، مش يبقى مثلا واحده مدقدقه وواحده مش مستويه وواحده مستويه والكلام ده كله. هنا انا بحب بحط الميه اللي هو بالحب كده بالاحساس. انتي عامله في الدماسه بتحطي لحد بوز الدماسه كده اللي فوق ده. وعندي دماسه على فكره والله، انتوا انا عملتها معاكم قبل كده، بس انا حبيت اسوي معاكم الفول في الحله دي، هيطلع تحفه. عايزه اقول لكم بقى انتوا وحشتوني، ومش عارفه بجد يعني اقول لكم ايه واعتذر ازاي، مش عارفه، ومفيش اعتذار هيوفي تاخيري عليكم. فسامحوني معلش نفسيتي ما كانتش مظبوطه خالص، سامحوني وادعوا لي كتير وان انا استمر وان انا انزل معاكم الفيديوهات. بصوا بقى هنا التركايه، هو كده كان الفول طبعا خد له بتاع حوالي تقريبا 3 ساعات على النار. نزلت بقى بدول معلقتين، هم المفروض ان هم معلقتين دقيق ممسوحين، او بتنزلي بمعلقه كبيره كده حلوه هرميه، مش عارفه ليه طالعين شكلهم كتير في الكاميرا مش عارفه. بدوبه شويه في شويه ميه طبعا عاديين من الحنفيه، عشان لو نزل عليه ميه سخنه هيكلكع. وبعدين بنزل بمعلقه صلصه اللي هي الصلصه المتفرزه، معلقه او معلقتين، وحبه بابريكا حلوين كده. وناخد بقى الطعامه دي كلها وننزل بيها على الفول. هتعمل ايه، هتربط ميه الفول، هتخلي الفول ميته تخينه كده وحلوه عشان لما تيجي تسويه كانه زيه زي احسن مطعم جبتي منه فول، وفي نفس الوقت هتديله طبعا طعم وهتديله لون. فالتركايه دي مهمه قوي قوي قوي، غير كده هتلاقي ميه الفول مش رابطه قوي مع بعضها. ومش بحب احط له نشا، انا هم حبه الدقيق دول الصغنطاطين، وعلى فكره اللي كان قايلها كان حد بتاع مطعم فول عشان تبقوا عارفين. و والصلصه، ما عندكيش صلصه خلاص حطي شويه بابريكا و وبس وتنزلي بيهم على الفول. هنعمل ايه، هتقلبيهم كويس قوي 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 عشان ما يكلكعوش، وتسيبيهم. يعني انت بتحطي المرحله دي بيكون الفول خلاص استوى وفاضل له 10 دقايق بالكتير قوي تطفي عليه. تغلي 10 دقايق ربع ساعه بالكتير وتقومي طفي على الفول وخلاص على كده. طبعا بنسيبه يهدى خالص ويبرد خالص، ما تعبوش اي حاجه سخنه يا جماعه، ولا في علب بلاستيك ولا في اكياس بلاستيك، اوعوا بس الله يخليكم، علشان بعد الشر عليكم ممكن ايه يجيب امراض ولا حاجه. بعد كده بتبتدي بقى ان انت ايه تعبيه يعني في اي حاجه انت يعني حابه تحطيه فيها. بصوا بقى هنا اتلسعت تقريبا ولا ايه مش عارفه المهم
بصوا بقى، شايفين شكل الفول كده؟ خلاص اهو دخل في السوا. اول ما نحط له التركايه القمر دي هتلاقوه اختلف 180 درجه. هتلاقوا بصوا يعني انتوا جايبينه من عند مطعم فول وشهير كمان. بصوا شكله اتحول ازاي، حلو قوي وربط ولونه بقى جميل وقمر ويفتح النفس. يعلم الله انا ببقى هين عليا كده احط الفول في الطبق وشويه زيت وخلاص، ما ولا حيق ولا اي حاجه يا جماعه. هو واخد النكهه بتاعته قمر والله. فول زبده زبده، ده مش فول، ده دايما اقول عليه زبده. المهم حبايب قلبي بقى اللي دايما يسالوني على الطقم تحفه ما شاء الله، تحفه تحفه تحفه. حلو وسعره حلو ومناسب، بيسوي الاكل. انا هو بقاله معايا بتاع سنتين. ما شاء الله ما جرالوش اي حاجه، ما اتخدش. التسويه بتاعته حلوه جدا، وهو سويت معاكم فيه الفول حلو قوي. طلعوا كله مستوي، كله سوا واحد. غسيله سهل جدا وخفيف يا جماعه. اهم حاجه ان هو خفيف على الايد، عكس الحلل الجرانيت اللي هي بتبقى تقيله وهي فاضيه. ما بالكم بقى لما يبقى فيها الاكل يعني. انا رغيت معاكم في الحوار ده قبل كده. فبجد حلو قوي، لو اي عروسه عايزه تجيبه ما شاء الله حلو جدا جدا جدا. بصوا بقى يا حلوين، ده كده الفول بعد كذا يوم من ما احنا عملناه. يعني انا عملته معاكم وعبيته في اكياس. انا كنت قايله لكم في فيديو قبل كده انا بعبيه في اكياس في الفريزر. اول نقطه، عبوه في اكياس يا ريت يكون على قد الاكله. يعني بصوا انا عامله ايه، انا معبياه في اكياس كميات قليله ايا كانت بقى عدد افراد اسرتك. انا المره دي مثلا عايزه اعمل يعني حبه كتار شويه، او جاي لي حد او كده، هطلع كيسين مش هخسر حاجه. طلع كيسين يفكوا واعملهم. لو انتوا عايزين تعملوا مثلا كميه قليله او حبه كده وخلاص، هنطلع كيس واحد. لكن الناس اللي بتعبي عشان توفر اكياس ولا حاجه فيعبوا كميه كبيره في الكيس، طب ما انت لو طلعتيه فك اي حاجه بتتفك يفضل ما تخشش تاني الفريزر. خلاص احنا طلعناها فكت، ما تدخلش تاني لان ده ما بيبقاش حاجه صحيه. وممكن نعمله ويترمي. فلا، عبوا على قد الاكله اهو. احتاجتوا كيس 2 3 معاكم بقى ايه الموضوع، بدل ما نعبي كيس كبير ويتبقى منه ونركنه او نرميه. بصوا بقى اللون، شايفين اللون عامل ازاي؟ اللون يا جماعه حلو قوي، ولا هو بقى الاصفر القوي بقى الاوفر، ولا احمر قوي اوفر، لا لونه الفول النظيف الجميل اللي احنا ساعات كده بنحب ناكله من عند بتاع الفول، واحلى كمان والله. طيب لو انتوا بقى عايزين تعملوا كميه قليله، او مثلا مش عايزين تحطوه في الفريزر، ولو ان احنا نحطه في الفريزر ونطلعه مثلا يفك قبلها بساعتين ولا حاجه، سهل. بس لو مش عايزين هنعمل ايه؟ هنبتدي ان احنا نعبي الفول بتاعنا في ايه، في بطرمانات، بس مش بلاستيك خالص. عارفين بطرمانات الصلصه او المربى، او بيجي لنا احنا بطرمانات ازاز كتير، صلصه مربى مش عارفه ايه، الازاز دي تغسلوها كويس بعد ما تفضى، وتعقموها ازاي؟ بميه سخنه. بعد ما نغسلها كويس نعقمها بميه سخنه من الكتل، ونسيبها بقى تنشف خالص، ونكمل تنشيفها بالورق اللي هي المناديل المطبخ، علشان نضمن ان ما فيهاش نقطه ميه. اي نقطه ميه ممكن طبعا تبوظ الاكل. وبنعبي فيها في كل بطرمان على قد الاكله، ونحطهم في التلاجة. ان انت تحطيهم في بطرمانات ازاز في التلاجة مش بيسودوا على فكره. انا كنت سمعت المعلومه دي قبل كده وفعلا جربتها وحلوه جدا. وتقدري بقى ان انت تطلعيها كل يوم تستخدمي وتعمليه على قد الاكله. ده في حاله لو انتوا عايزين تحفظوه فين، في التلاجة. في الفريزر اهو الاكياس بتاعه الاكل، وتعبوا على قد الاكله بتاعتكم والدنيا تمام قوي. جربوه بقى كده وبألف هنا يا رب على قلوبكم. عايزاكم تجربوا الطريقه دي كده وتقولوا لي رايكم في الطعم وفي اللون والجمال ده. بامانه هتاكلوا فول يعني حاجه كده زبده، مش فول ده زبده. فبألف هنا يا رب على قلوبكم. وخلاص كده بقى الفيديو بتاعنا خلص. قلت انهيه معاكم في البلكونه زي ما بدأت معاكم في البلكونه الصبح في الشمس الجميله والفنجان القهوه القمر اللي عملناه مع بعض. ده بقى الوقت ده كان تقريبا الساعه 7 او 7:30 اخر النهار. انا مش عارفه التوقيت الغريب الصيفي، يعني تلاقي الشمس طالعه واحنا اخر النهار. بصوا الشجره القمر الحمراء دي بتطلع ورد لونه احمر قمر في الصيف، بتبقى حلوه قوي. وانا يا جماعه من عشاق الصيف بصراحه. يمكن ناس كتير تعترضني وتقولي لا يا نيمو الشتاء احلى. انا بحب الصيف قوي عشان بحس فيه حياه بقى ودلع وخروجات ومصايف، ومفيش بقى يعني برد وتكتكه وكده، واجازات. اهم حاجه اجازات من المدارس. فانا بحب الصيف جدا بصراحه، بحب اقف في البلكونه اخر النهار والكلام ده كله. قلت بقى ايه انشر معاكم كده. دي كانت غاسله جنسات وبنطلونات يعني غوامق وكده. مش عايزه حد يتريق عليا انا بنشر ازاي البنطلونات. انا بحب انشر من الوسط يعني من فوق. ناس كتير كتير تنشرها من الرجل، بس المشبك بيعلم فيها جامد، وافضل بقى اعيد مليون مره في المكوى، فبتبقى رخمه بصراحه. وبس كده يا حلوين، ده كان الفيديو بتاعي النهارده. اشوفكم على خير في فيديو جديد، مع الف سلامه.